أهلا بيكم وموسم جديد من برنامج فار على الفطار. في الموسم الثاني من فار على الفطار، هدف البرنامج تصحيح مفاهيم أو عمل مقارنات بشكل سليم، كمان حل مسألة أو جدل بين طرفين مختلفين. ضيف الموسم ده ممكن يكون رياضي، فنان، ممثل، منتج، إعلامي، رجل أعمال أو عالم. ضيف حلقة اليوم الكاتب والمؤلف محمد الشواف. ما كانش عندنا البطل اللي احنا نقدر نعول عليه انه نقول ده البطل بتاعنا. هما بقى في انفصال، بقى الكومباوندز بقى سجن انت عايش جواه مش دريان باللي بيحصل طول الوقت. النص الاصلي هو الاحسن، هو الاساس، هو الافضل، هو الاحسن. الدراما الشعبيه هي المتحكم في المزاج. بمعنى انت لما بتشوف نفسك على التلفزيون او تشوف حد شبهك او حد قريب من شخصيتك بتتشد. ليه الدراما الشعبيه دايما بتنجح؟ ليه الدراما الشعبيه دايما بتفايرل؟ بتحس ان هي انتشرت انتشار كبير اكتر من اي مسلسل. ممكن يبقى في مسلسل قصادك اكثر ضخامه في الانتاج، كاست اكبر، موضوع اهم، بس الناس بتروح للدراما الشعبيه عشان بيشوفوا نفسهم، بيشوفوا تفاصيل حياتهم، بيشوفوا الكلام اللي بيقولوه في الشارع بينهم وبين بعض، بتأثر فيهم لأنه ده دورها إن هي تأثر، إن دورها إن هي تغير مفاهيم مغلوطة، دورها إن هي تزرع أخلاق. مش تزرع أخلاق لأنه محدش بيعلم حد الأخلاق، الأخلاق يا بتتربى عليها يا ما بتعرفهاش. دورها إن هي تعيشك في عالم أنت نفسك تعيش فيه، نفسك تبقى البطل الشعبي اللي أنت بتشوفه في المسلسل. فأنا ليه ما بقاش زيه؟ ليه ما بقاش عندي رحلة صعود حلوة؟ ليه ما يبقاش عندي اخلاق في التعامل مع الناس زي البطل بتاعي؟ ليه ما اتعاملش مع الراجل اللي ظلمني بمنطق الراجل البطل الشعبي اللي انا بتفرج عليه؟ هي دي الدراما الشعبيه. هنظلم حاجات كتير جدا وهنتكلم عن حاجه واحده او اتنين يبقى احنا بنظلم كتير. يعني حديث الصباح والمساء الناس بتشوفه دراما حالمه، هو دراما شعبيه. هو جاب البيوت المصريه على مدار سنين، 100 سنه او 100 واكتر من 100 سنه. انت شفت البيوت المصريه ازاي ايام الملكيه، وازاي في ايام الخديوي، وازاي في ايام الحاره الشعبيه. فانا لو اتكلمت عن حديث الصباح والمساء ممكن اتكلم لبعد بكره. طول الوقت النص الاصلي هو هو الاساس، هو الافضل، هو الاحسن. ومهما حاولت تحوله لصوره مش هتحوله بنفس ابداع الخيال بتاع الكاتب اللي كتبه. ده قولا واحدا. بدليل ان انت لما تيجي تتفرج على لن اعيش في جلباب ابي، مش هي دي القصه الحقيقيه خالص، مش هي دي الروايه الاصليه. البطل في الروايه الاصليه هو الابن اللي هو الاستاذ محمد رياض في المسلسل. مين اللي اسمه يتحط على الافيش او على التتر هو يجيب الزبون. المشاهد بالنسبه لي زبون، فانا ببيع له. هبيع له مين؟ الاستاذ محمد رياض كان في بداياته لو كان اتحط ان هو البطل اللي هو الاساس الروايه مبنيه عليه ما كانش هيجيب حاجه، ما كانش الناس هتتفرج. العمل اللي بتشوفه مره واحده، ودي خليها قاعده عند الناس كلها، العمل اللي بتشوفه مره واحده وما تقدرش تشوفه مرة تانية عمل لا يستحق انه يتعمل من الاساس. كتير 2 3 انت بتزنقني ليه؟ مش فاهم. تجاريين ولا بيكتبوا؟ ما عنديش اجابه. الفرق بين السيناريست الشاطر والسيناريست اللي نص نص، ده بيحب الشغلانه وده واخدها سبوبه. هاني سرحان بيحب الشغلانه. في ناس في الدراما وفي السيناريو دلوقتي بيشتغلوها من باب ان هي اكل عيش، سبوبه بتدخل فلوس كويس فقط. ضلت طريقها لان هي محاوله لايجاد بطل يعبر عن طموح الناس اللي في المناطق الشعبيه، بطل شبههم ما قدرناش نعمله في دراما متماسكه، فتعالى نعمله بخيالي. ما كانش عندنا البطل اللي احنا نقدر نعول عليه انه نقول ده البطل بتاعنا، فتعالى نجيبه من الخيال، من التاريخ، فانتازيا، نخلق علي الزيبق، نخلق حكاية ألف ليلة وليلة. الناس دي قد تكون موجودة أو مش موجودة، في الآخر أنت بترسم خيال إنه ده في بطل شعبي. 100% الدراما الشعبية اللي بتتقدم للناس مش هي دي الحارة المصرية، مش هو ده المجتمع المصري. في أحيانا بيبقى فيه مبالغات شديدة جدا، إنه المجتمع فيه مساوئ والمجتمع فيه صراعات وفيه تحت الجلد فيه كلام ما ينفعش يتقال، وفي انه المجتمع الحاره الشعبيه مثاليه وفيها لا يزال فيها القيم والاخلاق والحاجات دي. احنا ما بين احنا في المنطقه الوسطى، منطقه رماديه هي مش هتقدر تحددها. انت عندك الجدع قوي في الحاره الشعبيه وعندك الندل والخسيس واللي ممكن يعاكس جارته اللي ما كانتش بتحصل زمان.
اللي هو ممكن تبقى جارته معديه فيعكسها. ده ما كانش يحصل زمان. فلما كنت بتنقله في الدراما كان واقعي. اما انت دلوقتي لما عايز تطلع الشباب في المنطقه الشعبيه ان هم جدعان وبيقفوا لبعض والحاجات دي، ما بقاش الكلام ده موجود. بس احنا بنحاول نرجع الناس للحاجات دي بان احنا نصورها ان هي موجوده. طبعا لا، لانه المصطلحات مختلفه. اول حاجه خلينا نرجع للجين زي ده وجين الفا. اكتر جيل مظلوم في التاريخ هو الجيل ده. جيل لقى نفسه محطوط في كورنر ان انت لازم ترجع للحاجات بتاعت زمان اللي هو مش فاهمها، وان انت لازم تبص للذكاء الاصطناعي والفيسبوك والانستجرام باعتبارهم ان هم دول حياتك اللي جايه. شتان الناس على الفيسبوك والسوشيال ميديا مزيفه، فهو عايش في الواقع ده وبيرجع يشوف حديث صباح والمساء واوبرا عايده وحسن ارابيسك والحاجات دي. هو ده بجد؟ بابا هو في حد ممكن يبقى جدع كده؟ بابا هو في حد ممكن يبقى ينزل يتخانق في الحاره عشان بنت الحاره حد عاكسها على الناصيه؟ الحاجات دي مش بقتش موجوده. انت طول ما انت على السوشيال ميديا بتقابل بوستات فيك، ناس بتختلق قصص مش حقيقيه عشان تعيش وراها بطولات وهميه. جين زي ده انت محتاج تنزل له بدراما تناسب. جين زي ده قاعد ثقافه السكرول. انا طول الوقت قاعد بشوف حاجه دقيقه هتقعدوا قدام مسلسل 45 دقيقه ازاي؟ هتقنعه ان هو يقعد يتفرج على حاجه 45 دقيقه ازاي؟ الموضوع قائم على السيناريست الشاطر يقدر يعمل فكرته في حلقه واحده او في فيلم او في 5 حلقات او 10 حلقات او 15 او 30. المهم يبقى بيقدم دراما، ما يبقاش بيحشي او بيملى او بيحط مشاهد ملهاش سياق. المشاهد اللي بتخاطب الايجو عند الناس، اللي هو انا عرفت اجيب حقي، اللي هو انا عرفت ابلفك، عرفت انصب عليك نصبايه صغيره، عرفت اضحك عليك. هتلاقي المشاهد دي لو شلتها من سياقها عادي جدا. انه يعرف يحكي الحكايه، يعرف ينقلها للناس زي ما هي. طب انا هريحك. محمد سامي ما شافش مناطق شعبيه في حياته. محمد سامي مولود في الزمالك وعاش في الزمالك، ما يعرفش حاجه عن المناطق الشعبيه. ممكن يكون بيسمع عنها. اخر 10 سنين مين قدم دراما شعبيه نجحت؟ هو هنا في مفهوم غلط بقى عن الدراما الشعبيه. ليه الدراما الشعبيه طول الوقت عايزين نشوف بيوت الدهان واقع والابليك مكسور والكهرباء بترعش؟ على فكره انت ممكن تعمل دراما شعبيه زي المعلم وبابا المجال اللي انا عملتهم وتشوف صوره حلوه. المخرج الشاطر لو عايز يطلع بيئه لازم يعيشها، حتى لو على سبيل المعيشه اليومين 3. تاكله ازاي؟ المخرج الشاطر اللي اعرفه بيعرف يعمل اي عالم. لو عملت تاريخي، طب ما حضرش خالد بن الوليد، هيعمله ازاي؟ هيقرا 1,000,000%. تخيل عامل مسلسل شعبي وجايب مقطوعه معزوفه كمانجا، هتتقبلها؟ هتحسها؟ دي انت كل فتره وعندها المزيكا بتاعتها. انت المزيكا بتاعتك دلوقتي ايه؟ هو النوع ده اللي دارج. يعني هل يعقل ان انا دلوقتي اروح اجيب مايكل جاكسون احطه في مسلسل مزيكه مايكل جاكسون واغنيه لمايكل جاكسون في مسلسل اني؟ لا، انا لما اروح ارجع للتسعينات اجيب شريط صوت مايكل جاكسون، اجيب شريط صوت علي عبد الخالق، اجيب شريط صوت هشام عباس ومصطفى قمر. انا دلوقتي لو عايز اشتغل هروح اجيب عفروتو وعنبه وحوده بندق وحمو بيكا وشاكوش. مش هي دي ثقافه المزيكا فرضت علينا؟ فرضت هو ويجز عشوائيات فرضته عليك؟ ويجز بيغني كلام محترم بمزيكا حلوه، بس صنف ان هو مهرجان او هو راب او هو انت بتصنف وفقا للي انت عايز تصنفه. يعني في اغنيه خاربه الدنيا عفروتو اسمها كبده، اغنيه خاربه الدنيا. ارجع كده هات شريط الصوت. الاغنيه دي محققه داخله على المليار على التيك توك. اكبر نجوم في مصر وفي الوطن العربي عملوا عليها تيك توك. المزيكا حلوه. ادخل شوف الريفيوز بتاعت العالم بره بقى، ملوك الراب وملوك المزيكا اللي بيسمعوا تفاعل مش طبيعي. هو قادر يلعب على الحساسات اللي في مخك اللي بتشتغل مع المزيكا دي. هو عارف. يعني الناس اللي فاكره انه المهرجانات والكلام اللي بيتقال ده عشوائي، مش عشوائي. هي بتبقى موجهه للكل المفروض، بس تتفاجئ انه الكلاس بيبقى عايز بيتفرج عليها بمنطق انه هو في كده بجد. هي الناس دي موجوده بجد. ما هو احنا عندنا بقى ايه؟ فرق الثقافات بقى مخيف.
في ناس بتقعد تتكلم عن الساعة اللي جايبها مش عارف بكام ألف دولار، والعربية أنا عايز أغير عربيتي أجيبها كهرباء عشان المشاوير اللي في الكومباوند. وفي الناس اللي في الدراما الشعبية بجد هم بقى في انفصال، بقى الكومباوندز بقى سجن أنت عايش جواه مش دريان باللي بيحصل، ما انتش عارف امبابة بيحصل فيها إيه، وبولاق بيحصل فيها إيه، وصفة اللبن بيحصل فيها إيه، وأبو النمرس فيها إيه. في انفصال، بقت ثقافتنا سوشيال ميديا. الحق ده في حالة حادثة على الدائري، اخرك هتعمل ايه؟ ساد. ما شغلتش بالك مين اللي عمل حادثة على الدائري. العزا بقى كومنت، الفرح بقى قلب على السوشيال ميديا. في انفصال في الواقع. السوشيال ميديا قتلت الحميمية في الحياة. انت جارك كنت الاول تصحى تصلي العيد وتسلم عليه، دلوقتي بوست على جروب العمارة كل سنة وانتم طيبين شريف، كل سنة وانتم طيبين عبد السلام، خلصت. هو ده الاختلاف. فالدراما الشعبية بتتشاف بتتشاف لان هو بالنسبة لهم دي فانتازيا. في ناس بتشوف ده من باب ان احنا بنتسلى، لا ده خيال، اكيد مفيش الكلام ده في الواقع، مع انه ده الواقع. انا مبسوط ان انا معاكم، كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله البرنامج يكسر الدنيا.